صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى الماربل كيك، تتاكل بقى جنب القهوة او الشاي. معانا بقى 3 بيضات، كوباية ونص من السكر، فانيليا، ربع كوباية زيت، ربع كوباية زبدة، رشة ملح، كوباية ونص من الدقيق، ربع كوباية من اللبن، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر. هنا بقى هحط البيض، تمام، وهحط معاه السكر وهضربه ضرب تمام كده لمدة 10 دقايق لغاية ما يكون لونه أبيض بالشكل ده. تمام، وبعدين هحط رشة الفانيليا، وبعدين هنزل بقى بربع كوباية الزيت والزبدة. خلاص، وهنا بقى الدقيق حطيت عليه البيكنج باودر ورشة الملح، وهنزل كده بالتدريج على الخليط اللي معاه، وهضربه بحيث ان كده اطلع الهواء اللي فيها. وبعدين هحط ربع كوباية من الحليب، تمام، وهضربهم مع بعض. وبعدين بقى هقسم الخليط لجزئين، جزء فانيلا وجزء شوكليت كده. خلاص. ممكن بقى الصينية اللي هي صينية قالب التوست عادي، وممكن بقى قالب صغير زي كده. انا استخدمت هنا قالب السيليكون الصغير اللي عندي، وحطيت بقى طبقة فانيليا وطبقة من الشوكليت، ودخلت بقى فرن درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة، طبعا حسب طبيعة الفرن عندك. وده كده شكلها النهائي، وممكن تتاكل كده عادي. انا هنا هزينها بالشوكولاتة الخام، سيحتها وحطيت عليها معلقة من الزيت عشان تديها اللمعة الحلوة، وبس، وحطيتها كده. وده كده شكلها النهائي، وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.